امرأة شفاها الله من السكر. هل تتوقعوا أنه امرأة يشفيها الله عز وجل من مرض السكر؟ شوفوا هذه القصة. أحكي لكم قصة حقيقية لطبيبة تسكن بمدينة الرياض. يمكن تكون هذه القصة أقرب إلى الخيال لكنها حقيقية، لأن المرأة نفسها أخبرت بهذه القصة. ولدت وهي تعاني من مرض السكر النوع الأول الذي يعتمد على الإنسولين. ولدت مع هذا السكر النوع الأول تعتمد على الأنسولين. تعب أهلها في مراجعة المستشفيات والعلاجات وأساليب الوقاية ومتابعة مستوى السكر ونحو ذلك. لما صار عمرها 12 سنة زوجها أبوها من رجل مليونير عشان يساهم في علاجها ويسافر بها مستشفيات الخارج. أحبها زوجها وعاملها بعطف ورحمة وهي كذلك أحبته، وأنجبت منه 3 بنات. ولما صار عمرها 35 سنة في عام 1431 هجرية مات زوجها الله يرحمه، فحزنت حزن شديد وارتفع عندها سكر وتعبت كثير وجاءتها غرغرينة في رجلها، وقرر الأطباء بتر رجلها. أشفقت عليها أمها بسبب حالتها النفسية الصعبة اللي مرت بها، وأشارت عليها أن تروح المسجد تحفظ القرآن الكريم عشان الله عز وجل يشرح صدرها وتهدأ نفسها. ذهبت إلى المسجد والتحقت بالتحفيظ فوضعوها في الإدارة. ولما كانت كذلك جاءت أسرة معها امرأة كبيرة عمرها تقريبا 105 سنوات مصابة بشلل في يديها وقدميها، وقالوا لها ما نقدر نصرف عليها، فادتهم فلوس. بعدين اتصلوا بها بعد فترة قالوا لها وضعنا المرأة في المكان الفلاني تعالوا خذيها. فراحت فوجدت المرأة العجوز على الرصيف اللي عمرها 105 سنوات على الرصيف وحدها تبكي والنمل يقرصها في قدميها. قالت فأخذتها وذهبت بها إلى المستشفى ونوموها، فمكثت معها 3 أيام، نوم معها في المستشفى 3 أيام. وكانوا في شهر رمضان في العشر الأواخر، والأيام هي 24 و25 و26 متنومة معها في المستشفى مع هذه المرأة اللي عمرها 105 سنوات مريضة نومت معها في المستشفى. تقول ثم خرجت هذه العجوز في ليلة 27 من رمضان من التنويم وأخذتها معها ودتها البيت، وحضرت لها خادمة وأعطت الخادمة راتب 3000 ريال عشان تقوم بتنظيفها وخدمتها، بتنظيف وخدمة هذه المرأة العجوز التي تركها أهلها، وهي مسنة كبيرة مشلولة الأطراف ال4 ووضعها حرج وظروفها صعبة جدا. العجيب اللي حدث في هذه القصة إنه هذه الطبيبة ذهبت لتكشف على قدمها اللي فيها غرغرينة بسبب السكر، وقرر الأطباء بترها حتى يتم إجراء عملية البتر بسبب الغريرة والسكر. فكشف عليها الأطباء قالوا لها ما عندك سكر، فعجبت وعجبوا، ذهب السكر تماما ولا تحتاج قدمها إلى بتر. وكانت قبل كده تستخدم إبر الإنسولين لأنها ولدت زي ما قلت لكم بمرض السكر. قصة حقيقية. هذه القصة حدثت عام 1432 هجرية، والمرأة إلى الآن لا بخير ولا تعاني لا من سكر أبدا، وتوقفت عن استخدام العلاج سبحان الله. فكان وقوفها ورحمتها بهذه المرأة العجوز وخدمتها لها ورعايتها كأنها أمها فرج من الله عز وجل لها وسبب لإنقاذها من بتر القدم من السكر. المرأة العجوز هذه ماتت بعد ذلك وعمرها 111 سنة. هي جاءت عمرها 105 سنوات، ماتت عمرها 111 سنة الله يرحمها ويغفر لها، بعد أن مكثت في بيت هذه الطبيبة الطيبة 6 سنوات تخدمها وترعاها، وبناتها يجلسوا عندها كل ليلة يحكوا لها قصص قبل النوم. وهذا الطبيبة كتبت قصتها في رواية اسمتها ماما حسناء، رواية اسمها ماما حسناء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا قالوا لكم ما في إنسان شافه من السكر احكوا لهم هذه القصة.